طريقة إنشاء الحساب كالتالي: نذهب إلى البريد ومن ثم إلى آي كلاود. ليس لديك أبل آي دي، ثم إنشاء أبل آي دي. ندخل اسم الزبون الأول ومن ثم اسم الأب، وبعد ذلك مواليد الزبون. نتبع الأسهم ثم نضغط متابعة. الآن نختار ليس لديك عنوان بريد إلكتروني، ثم الحصول على عنوان بريد آي كلاود مجاني. نقوم باختيار البريد، يفضل الاسم الأول والثاني اسم الأب، ثم اختيار أرقام عشوائية. نقوم بنسخ البريد وإدخاله. نضغط على إضافة أو تعديل معلومات حتى نضيف الإيميل للكارت داخل الباركود. نضيف @icloud.com. نعود ونختار متابعة. إنشاء بريد إلكتروني. كلمة السر أول حرف لازم يكون كبير، وأيضا لازم تحتوي على أرقام. نعيد كتابتها مرة أخرى ونضغط متابعة. الآن ندون كلمة السر بالكارت أيضا، ورقم الهاتف اللي راح نفعل عليه الحساب رقم الزبون. نقوم بإدخاله أيضا ونضغط متابعة. ننتظر رمز التحقق ونقوم بإدخاله اللي راح يوصلنا على رقم الهاتف. نضغط موافق. الآن ندخل رمز قفل الشاشة اللي هو كلمة سر الجهاز، جهاز الزبون، ثم نضغط تم. دمج أو عدم دمج، ومبروك علينا تم إنشاء الحساب. الخطوة اللي بعدها اختيارية مو إجبارية. ناخذ سكرين شوت للبريد الإلكتروني ونقوم بإضافة هذه الصورة للباركود. نضغط على تحديث المعلومات حتى يدخل الحساب بضمان الدعم الفني. الآن نقوم بتسجيل الدخول بالمتجر، تسجيل الدخول الاعتيادي. ننسخ البريد ونقوم بعملية اللصق أيضا، وننسخ كلمة السر. دائما استخدم زر النسخ واللصق حصرا، ثم تسجيل دخول، ومبروك علينا تم تسجيل الدخول. نقوم بتحميل أي تطبيق معين. ندخل كلمة السر، لصق، تسجيل دخول، نضغط على مراجعة. هذه الخطوة مهمة. نوافق على الشروط ونضغط على التالي. نتبع المعلومات التالية. الشارع ممكن نكتب بغداد، الرمز البريدي 10,000، والمدينة بغداد، والمحافظة بغداد، ومن ثم ندخل رقم هاتف الزبون ونضغط على التالي. مبروك تم تسجيل الدخول بنجاح.